ده بقى جوستيفا سوزا، مهاجم لاتيني برازيلي واسمر وبيرقصها سامبا على رادار النادي الاهلي. كولر ما بين كل المهاجمين اللي اتعرضوا عليه من كل الجنسيات متمسك بسوزا، قال انا عايز سوزا، هاتولي سوزا. كولر شايف في سوزا ان هو المهاجم القناص، المهاجم السوبر اللي هيكمل القطعه الناقصه في سكواد النادي الاهلي. كولر بمنتهى البساطه شايف في سوزا ان هو المهاجم الوحيد اللي هيقدر يتماشى ويتوافق مع خطه كولر. كولر شايف ان سوزا هو المهاجم القناص المرعب، الهيدرز على المرمى اللي هيقدر يلبي امال وطموحات النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. تعال اكلمك على جوستيفا سوزا والبروفايل الكامل للاعيب، مميزاته وعيوبه، احسن حاجه بيعملها واسوأ حاجه بيعملها، كل حاجه عن اللعيب وبروفايل اللعيب والسي في بتاع اللعيب هتلاقيها معانا في التقرير ده. لكن اول حاجه ما تنساش تعمل متابعه. جوستيفا سوزا هو مهاجم برازيلي من بلده تسمى ريجستيرو البرازيليه، عنده 29 سنة، مواليد 29 مارس 1994، طوله 1.89 متر، بيلعب بالقدم اليمنى. مركز اللعب هو مهاجم صريح، بيلعب في الصندوق، الجنسية هو برازيلي. أهم الأندية اللي لعب فيها سوزا نادي كوريانتس ونادي جومبك هوندايا موتورز، وهو اللي بيلعب فيه حاليا، هو النادي ده اللي مازال سوزا بيلعب فيه حاليا في الدوري الكوري. هكلمك على كل حاجة، ستايله وشكله، ارقامه، احصائياته، هكلمك على كل حاجة في اللعيب، وانت من خلال الكلام اللي هقوله والبروفايل اللي هعرضه لك تقدر تحكم على اللعيب وتشوف هل هو مناسب للنادي الاهلي او مش مناسب، هل هو احسن حاجة ولا هو اسوأ حاجة، هل اللاعب ده فعلا سوبر ويستحق كل اللي بيعمله النادي الاهلي واداره النادي الاهلي واداره التعاقدات في النادي الاهلي وكولر، ولا هو لعيب اي كلام واحنا داخلين على خطه جامده جدا زي خطه برونو سافيو اللي اتجمد وما لعبش حتى بربع جنيه من ثمنه، متمثله في جوستيفا سوزا البرازيلي. هكلمك على كل حاجه. تعالى كده ناخد المسيره الاحترافيه للاعب جوستيفا سوزا. في موسم 2014 لغاية 2016 لعب لفريق اسمه كريسوما البرازيلي، لعب معاهم 28 مباراة، سجل 11 هدف، عشان يجي الموسم اللي بعديه على طول 2015 ويجوا مطلعينه إعارة لنادي اسمه ناسيونال ماديرا البرازيلي، بيلعب في الدرجة الثانية في الدوري البرازيلي عشان يلعب 13 مباراة وما يسجلش ولا هدف، عشان يروح إعارة في موسم 2016 لنادي اسمه كوريانسيس البرازيلي ايضا، يلعب 30 مباراة يسجل 5 اهداف بس، عشان يجي في 2017 يطلع اعارة تانية لنادي اسمه بهايا، يلعب معاهم 5 مباريات ويسجل هدف واحد بس. ضعيف جدا اللاعب ده، عشان يجي في موسم 2018 ويطلع إعارة تانية لنادي اسمه فورتليزا، يلعب معاهم 28 مباراة يسجل 14 هدف. بدأت تندع اهي، عشان يجي في موسم 2020 ويلعب في نادي انترناسيونال البرازيلي. عايز اقولك ان المشاركة 0، لا لعب ولا سجل، عشان يجي في موسم 2020 ويجيله عرض قوي جدا من الدوري الكوري لنادي اسمه جومبك هوندايا موتورز، ويلعب معاهم في الموسم الاول 82 مباراة يسجل فيهم 28 هدف، وده كان من افضل المواسم وافضل ظهور للعيب. عشان يجي موسم 2022 يلعب معاهم 43 مباراة يساهم ب 17 هدف، يسجل 12 ويصنع 5، ويجي الموسم الثالث تلاقيه بيشارك في 22 مباراة بيسجل 6 أهداف ولم يصنع أي شيء. مش بس كده، بيتلقى 5 إنذارات باللون الأصفر. هنا في مؤشر خطير جدا 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 عن اللاعب ده، وهو عدم ثبات وأداء مردود جوستيفا سوزا، أمر غير مطمئن تماما، خاصة ان النادي الاهلي مع مارسيل كولر في ظل ضغط المباريات اللي وصل في الموسم الماضي ل60 مباراة يحتاج الى ثبات مستوى نوعا ما، خاصة في مركز الهجوم الصريح.
وانحدار وتدني مستوى اللاعب. لما تيجي تبص على المؤشر ده بيقول ان هو لعب معاهم 3 مواسم. بدأ الموسم الاول بمنتهى القوة، بيلعب 43 مباراة بيسجل 31 هدف، عشان يجي اللي في الموسم الثاني للنص تقريبا بتلاقيه بيلعب 43 وبيسجل 17، النص بالظبط، عشان يجي في الموسم الثالث ينحدر تماما ويطلع ويقدم مستوى باهت وخافت جدا جدا. بيلعب 22 مباراة بيسجل 6 اهداف وما بيصنعش، ودي مشكلة. المردود بتاعه قليل جدا. انا عايز اقول لك تدني المستوى اللي بياخده من موسم لموسم مشكلة كبيرة. النادي الاهلي عايز لعيب عنده ثبات في المستوى والمردود بتاعه ثابت. النادي الاهلي مع اللاعب ده، وانا ما اعرفش سر تمسك كولر بيه، لكن تعالى ننتقل لجزء مهم وهو مميزات اللاعب. اهم مميزاته هو طوله 189، عشان كده هو بيجيب ضربات الراس. عايز اقول لك ان هو في 262 مباراة جايب 85 هدف، 40 منهم بس بالرأسيات. وجوده تمركزه في منطقة ال 18 يدرس، بيقف كويس جدا، بيعمل كونتر اتاك كويس جدا في منطقة ال 18. اما بالنسبة لسلبياته، الارقام مش كل حاجه ومش هي سلبياته كلها، لكن هو عنده سلبيات كتيره جدا. ان هو زي ما قلت لك هو مهاجم صندوق، ما بيتحركش على الاجناب ولا بيدخل من الاطراف ولا بيجي من العمق ولا بيستريتش من نص الملعب، ولا هو لاعب محطه بيبني لعب، ولا هو بيأسست مع زمايله عشان يساعدهم ويخلق فرص تهديفيه ويخلص باصات تهديفيه. هو مجرد لعيب كونتر اتاك، بتجيله الكرة بيسجل. اهم حاجة بيعملها ان هو بيلعب براسه كويس. بالنسبة للسيئة اللي عنده الكبيرة جدا وهو رجله سيئة جدا في التسديد. معدل التسديد برجله في المنحدر خالص، في الحمادة خالص. عايز اقول لك ان هو رجله حمادة اخر حاجة. لعيب عنده اهدار للفرص بشكل كبير جدا، لعيب ضعيف، لعيب التركيز بتاعه صفر جدا على المرمى. ممكن تلاقيه بيضيع اهداف اصلا ما تضيعش.